ليه ايدينا بتسمر وكمان اوقات بتكون اسمر من وشنا ومهما استخدمنا كريمات تفتيح مش بتفتح؟ الحل هقولهولك في فيديو النهارده. لو اول مره تشوفوني، انا رانيا يحيى من روني كير. لو عجبكم الفيديو لايك وكومنت حلو. اول حاجه، ليه ايدينا ممكن تسمر؟ الايد بتسمر ليها سبب شعوري وسبب خارجي بيئي. السبب الشعوري وده اللي هو كتير منكم ما يعرفوهوش، ان الايد بتسمر لما بيكون في احراج في تقديم اي عمل. لما بقدم على اي عمل، عايزه اقدم برزنتيشن، عايزه اقدم شغل، عايزه اعمل حاجه بايدي واستخدم فيها ايدي، وبكون محرجه او في خجل او في كسوف. بتحصل اكتر عند البنات، وبنلاحظ اننا ايدينا بتسمر لو سقطوا او لو خرجتوا في شمس كتير. بس اوقات كمان ايديكي ما بتسمرش ولا بيحصل لها اي حاجه، فهي ليها علاقه بالشعور. لما بتكوني اكثر احراجا وانت جايه تقدمي مشروع او تقدمي شغل، او حتى هتسلمي على حد ومحرجه جدا، في الفتره دي ايديكي هتلاقيها لونها اختلف. دي اول سبب الشعوري. السبب الخارجي طبعا كلكم عارفين، لما بنتعرض للشمس او الايد بتتعرض لجفاف او الايد بتتعرض لحاجات كيميائيه كتير زي الصابون شغل البيت والتراب والحاجات دي كلها بتساعد على جفاف الايد، وكمان بيعمل على اسمرارها. المنتجات كتيره جدا للترطيب، بس اهم حاجه ان انتوا تعالجوا السبب الشعوري الاول. اتمنى الفيديو يكون فاتكم، اشوفكم في فيديوهات تانية.